يا صباح الفل والهنا والسعادة على حبايب أم هنا. النهاردة غالين عاملة لكم أكلة شعبي مصري أصيلة. فاهميني؟ حطوا اللايك والاشتراك، ودي أمانة عندكم إنه لازم نصلي على النبي ونوحد الله، إلى بذكر الله تطمئن القلوب. طالعين من رمضان طبعا مستويين، عايزين نعمل أكلة حرشة كده حلوة وناكله ونتغدى ونتبسطوا بيها. هنعمل هنعمل الكشري المصري. هنجيب كيلو من الرز، نص كيلو من العدس. حطينا عليهم 2 لتر مية أو لتر ونص مية. حطينا في المية فيفوز وملح وكمون ناعم، وحطيت فيهم قرنين فلفل سبايسي عشان تبقى حلوة كده. مش حاطة شطة، أنا حاطة فلفل مجفف أحمر. كده الوصفة بتاعتنا بتاعت الرز الكشري. ونغسل الرز مع العدس ونقلبوه حلو، المية دي تغلي ونروحوا ضايفين فيها الرز بالعدس. عايزين يطلع مفلفل وحلو، يا دوب عقل الصبع على المية، تبقى عقل الصبع على الرز. عملنا التاني بقى. عندنا كوزين من البتنجان، قطعناهم زي ما انتوا شايفين على طاوة ما تكونش بتشبك، يعني مش ما فيها الزيت، عشان نوفر في الزيت، والزيت ياما في الأكل بيبقى وحش بصراحة. فأنا يعني يا دوب رشة بسيطة كده في الزيت عشان أقلي فيها البرنجان. عطيت الكمية كلها قليتها بإذن الله والحمد لله يا رب. قالتها تعالي بقى نعمل الدقة اللي هي هنعمل بيها البتنجان. خل، توم، فلفل أحمر، فلفل أخضر، فلفل أحمر، فلفل أخضر، وكزبرة ناشفة، وكمون ناعم، و... وليمون، ومعلقتين من الخل. دي الدقة بتاعتنا اللي هنحط فيها الفلفل، عليها الفلفل وبتنجان. احنا زي ما قلنا عايزين الأكلة بتاعتنا حرشة كده ودسمة كده وحلوة ومشطشطة وجميلة. طبعا الأكلة دي يا حبايب قلبي اللي عايز يعملها للغدا يعملها، بس أنا عشان صايمة الستة البيض كل سنة وانتم طيبين، فأنا بحبش معاكم كده يا حبايبي. الوجبة كملت الحمد لله. غرفت الرز، وعملت السلطة، وعملت مخلل التنجان برضو بس مقلي بالدقة اللي أنا قلت لكم عليها، وقليت معاهم شوية بطاطس والخضرة. حبشنا الأكلة بتاعتنا، وبواقي خير رمضان اللي كان العصير والبلح. وكده كانت وجبتنا يا حبايب قلبي، فكرة سريعة لو حد عايز وصفة أو وجبة سريعة تعملوها على قد إيدكم، على قد ميزانيتكم. وربنا يا رب يحسن ما بين أيدينا وأيديكم. وأسيبكم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش اللايك والاشتراك لأختكم حبيبتكم أم هنا. ولازم نصلي على النبي ونوحد الله. مع ألف سلامة.